يعني بصوا يا جماعة، بس عشان لما بجد بنقول لكم يعني الموضوع غريب قوي والحملات غريبة. وتاني، عشان برضو محدش ياخد الكلام out of context. فاهمين ان في ناس بيبقى عندها فوبيا، فاهمين ان ممكن يبقى في كلاب مسعورة، كل ده تمام، عشان بس ما نخشش في نفس الديبيت بتاع كل مرة. لكن هم مين الصفح دي ومين الناس دي؟ وتلاقي نفس البوست نازلة على كذا صفحة، والصفح زي ما انتم شايفين دي صفحة اسمها دلالة نيوز 24، والبروفايل بيكتشر صورة نسر، وانت فاهم بقى الحاجات دي، لو بتلاقي بقى صورة نسر، كفر فوتو علم مصر، حاطط لك بروفايل بيكتشر صورة الاهرامات، ايه الحاجات دي اللي انت فاهمها. وكلهم نفس البوست، عبر البريد. يعني ايه اصلا عبر البريد؟ يعني ده في الثمانينات، يعني دي صديقة الصفحة بعتت لك تيليكس، يعني ايه عبر البريد اصلا؟ ما علينا. قال لك عبر البريد الشرقية: انا صحيت النهارده على صوت ولد صغير بيصوت من كلب هاجم عليه. بصوا بقى اللي بعدها: غير كده ان الكلاب خلتني انزل اودي الاولاد مراجعة الامتحانات وارجعهم البيت. انا مش فاهم فين المشكلة. طب حلو، يعني الكلاب خلتك تنزلي تودي الولاد المراجعة، طب كويس. يعني مش فاهم يعني دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ يعني دي حاجة كويسة ان هم خلوكي تنزلي توديهم المراجعة، ولا هم بيروحوا لوحدهم فانت قصدك نزلتي معاهم عشان خايفة عليهم من الكلاب؟ يا ريت مجلس المدينة في الزقازيق يتحرك. نفس البوست دي بقى، حلو، انا شفتها بالظبط والله العظيم 6 مرات بنفس الصورة. طبعا صور الاي اي بقى اللي هو يخليك تحس الواد ده مش كلاب بتجري وراه، بص يا عبيد ده نيزك نازل فوقيه. شفتها 6 صفح، مرة في الزقازيق، ومرة في السويس، ومرة في أسيوط، ومرة في سوهاج، ومرة في حدائق الأهرام، ومرة في مش فاكر منطقة ايه كده، نفس البوست بنفس الصورة، وكلهم عبر البريد. انا سيبك بقى من كل ده، انا عايز بريد ايه؟ يعني ايه عبر البريد برضو؟ فيا جماعة الموضوع بجد موضوع غريب. ودي الناس بقى اللي بتبدأ تقول علينا ان احنا اللي غراب، ويخونونا ويقول لك احنا اللي بناخد فلوس من الشيلترز، واحنا اللي بنعمل حملات. طب اللي احنا شايفينه ده ايه؟ وتاني انا مستني اعرف برضو إيه السبوبة في ايه يا جماعة. يعني بالونة الاختبار اللي عمالة تتعمل ان احنا نكره الناس كلها في الكلاب والقطط، ونحسسهم ان دي كائنات لازم نبيدها كلها بقى في اسرع وقت. بالونة الاختبار دي معمولة ليه؟ والسبوبة اللي هتطلع منها ايه؟ يعني هيجي وقت ومش هقول هنعرف، اتمنى ان احنا ما نعرفش، عشان اتمنى ان العبث اللي احنا شايفينه ده يخلص، وفي الاخر حسبي الله ونعم الوكيل.